موجز الأخبار من بريس 23. المجلس الوطني الكردي يسابق الزمن لوضع دستور جديد لغرب كردستان، والدستور يتألف من 132 مادة، وأهم مواده هي الفيدرالية وتأسيس دستور جديد لسوريا ولكردستان سوريا حسب ما يسميها المجلس الوطني الكردي. حزب العمال الكردستاني يقتل جنودا أتراك في قضاء ليجة. تمكن مقاتلو حزب العمال الكردستاني من قتل جنديين تركيين أثناء المعارك الشرسة التي خاضها مقاتلوه مع الجيش والأمن التركي في قضاء ليجة التابعة لولاية آمد ديار بكر. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد شعب وحكومة إقليم كردستان. هدد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني سردار حسين سلامي خلال خطبة الجمعة في 1 من تموز بتدمير شعب وحكومة إقليم كردستان، وحكومة الإقليم ترد ببيان تستنكر فيها تصريحاته. الإدارة الذاتية تعلن القامشلي عاصمة لفيدرالية روج آفا شمال سوريا. انتهت الإدارة الذاتية بغرب كردستان من مسودة العقد الاجتماعي لفيدرالية روج آفا شمال سوريا، وجاء في إحدى بنوده الأساسية إعلان القامشلي عاصمة للفيدرالية. الأسايش تضبط أجهزة لاسلكي عسكرية مخبأة ضمن البضائع التجارية في عفرين. ضبطت الأسايش في عفرين أجهزة لاسلكي عسكرية أثناء تفتيش سيارات شحن كانت تحمل بضائع تجارية. وزارة التربية السورية النظامية تصدر نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها. أصدرت وزارة التربية الحكومية اليوم نتائج الثانوية العامة بجميع فروعها، وحسب تصريح لوزير التربية في الحكومة تصريف الأعمال بلغت النسبة المئوية للنجاح في الفرع العلمي 67%. وفيما يلي أسعار العملات والذهب في الأسواق السورية ليوم السبت 2 تموز يوليو.